السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. سامحوني إذا كنت مقصّرة في موضوع تصوير الفيديوهات، المونتاج بياخد معايا وقت والتصوير والكلام ده، فأنا من النوع اللي باكسّل شوية. المهم النهارده الفيديو بتاعنا سهل وبسيط كده وسريع زي ما أنتم شايفين كده، دي كيكة الحليب الساخن، من أحلى وأفخم الكيكات اللي عملتها. وفعلًا أنا اعتمدتها كعندي في البيت ما باستخدمش غيرها ومش باعمل غيرها، كيكة حلوة جدًا وسهلة وبسيطة، هتعجبكم جدًا لو أنتم جربتوها بجد، هتعتمدوها دايمًا طول فصل الشتا، لإن طبعًا ما فيش بيت ما بيخلاش من الكيكة، قد إيه هي غنية وفيها مكوناتها جميلة جدًا هتعجبكم. المهم هنا جبت 2 مَج شاي زي ما أنتم شايفين كده، حطيت الدقيق الأول نخلته تمام، حطيت عليه ذرة الملح، حطيت ظرف بيكنج باودر وهاحط عليه معلقتين نشا، وهأركن المكونات الجافة دي كده كلها مع بعض، عشان ترتاحي كده من الأول كده عشان تبقى الموضوع ماشي بالترتيب، هترتاحي جدًا فيه. خلّي المكونات الجافة مع بعض، وخلّي المكونات السايلة مع بعض، هتلاقي الكيكة طلعت معاكِ ناجحة 100%. هنا بعد ما جهزت الحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها، معلقتين النشا وكوبايتين الدقيق وكده والبيكنج باودر، هنا باحط زي ما أنتم شايفين كده في حدود معلقتين زبدة، وحطيت كوباية حليب، وهاسيبهم على النار بقى كده، وأجيب شفشق الخلاط بتاعي، وأحط بقى المكونات السايلة زي ما أنتم شايفين، 3 بيضات تمام، ومعاهم الفانيليا. وهنبدأ نحط بقى إيه، الخلاط طبعًا بيريّح لإنه سهل وسريع في إنه يمزج الحاجات بسرعة، فهو سهل بصراحة في الحاجات دي، فهو الخلاط أسرع حاجة. حطيت ال3 بيضات وحطيت عليهم الفانيليا وضربتهم شوية كده مع بعض، كنت مجهزة نفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق وعايرت بيها الحليب، برضه عايرت بيها السكر. هنا السكر برضه بتاعي كده، وبدأت أحط السكر على البيض، وهابدأ أضرب تاني في الكيك تمام. نخلّي الكيك كده نضرب في السكر ده كويس، لازم السكر يمتزج كويس مع البيض، فتضربي فيه كتير، يعني مش تضربي ضربتين وخلاص، لا، لا، لأ، اضربي كويس لحد ما السكر يمتزج كويس جدًا، ويبقى ما لوش أثر كده بمعنى أصح. طبعًا الأيام اللي فاتت كان في قضية فلسطين وكده، يعني يا رب انصر شعب فلسطين يا رب إن شاء الله كده، وانصرهم يا رب اللهم آمين، ويثبّتهم باللي هُم فيه بصراحة حاجة يعني بصراحة كُلّنا تعبانين نفسيًا بسبب الموضوع ده، فيعني الحمد لله والشكر لله على كل حال. المهم هنا بدأت أحُط بقى المكونات بتاعتي، أنا حطيت طبعًا السُكّر وحطيت سُكّر تاني إضافي أنا باحب السُكّر شوية، فحطيت رُبع كوباية سُكّر تاني وحطيت نُص كوباية زيت، نُص كوباية زيت، طبعًا أنا ما تنسوش أنا حاطة مع الحليب حاطة معلقتين من السمنة الزبدة فرن، زبدة الفرن حلوة جدًا، فبتدّيكِ كده خلّي الكيكة كده غنية كده أنا باحب الكيك بصراحة بالزبدة أوي، 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 باعشقه، ولذلك باحط الزيت عندي باحط زيت قليل ما باحطش زيت كتير. هنا الخليط زي ما أنتم شايفين كده تخين كده ومتماسك، لإني لسه ما جبتش الحليب، الحليب طبعًا كنت حاطاه على النار، وده آخر حاجة بتحطيها في المكونات أنتِ بتحطيها على الكيكة. طبعًا بيبقى مغلي كده وسخن أوي، ما تستغربيش بس هو ده فعلًا بيبقى كده، ولذلك اسمها كيكة الحليب الساخن. هتلاقيها حلوة كده على فكرة وبتخلّي المكونات كلّها بتسيح مع بعض كده وبتخلّيها إيه، بصراحة بتطلع معايا ما لهاش حل زي ما أنتم شُفتوا الصورة كده في البداية. هنا حطيت كده المكونات بتاعتي تمام، وبدأت أضربهم كده بالراحة وما نضربش كتير، يعني هم لفتين هتلاقي نفسِك خلاص الكيك امتزج مع بعضه، ولا هي العجينة لا هي سايلة ولا هي خفيفة، بقت زي الفل. هنا القالب بتاعتي أو الصينية بتاعتي دي مقاس 26 مبطناها بزبدة ودقيق، وأبدأ أحط الخليط فيها زي ما أنتم شايفين كده، بجد حلو جدًا، جدًا، جدًا. الخليط بتاع الكيك غني كده وتحسّوه كده متماسك كده وتحسّوا الكيكة حلوة بجد. بس أنتم جرّبوا تحطّوا الزبدة معلقتين الزبدة مع الحليب، هي المفروض تتحط بحليب بس أنا باحط الزبدة باعزّز القوام شوية أو باعزّز الطعم، لإن باحب طعم الزبدة في الكيك. حطيتها في الفرن
على فرن يعني يعني أنا باكون مسخّناها الأول على درجة حرارة 180. طبعًا هو أنتم زي ما أنتم شايفين كده الكيك يعني الصورة ظالمة الكيك بصراحة شوية. كده بُصّوا منظرها عامل إزاي بعد ما خرجت، تحفة. بُصّوا القوام بتاعها عامل إزاي، ما شاء الله تحفة، 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 يا ريت تجرّبوها. بُصّوا شكلها عامل إزاي، بجد تحفة جميلة، كيكة غنية كده وتلاقوها كده حلوة. وجرّبوا بس مع زي ما قُلت لكم موضوع يعني مكوِّن الزبدة ده هتعجبكم جدًا. الكيك بالزبدة بجد بيبقى من أحلى الكيكات الحلوة. يعني حتى لو حابة تحطّي زيت، حطّي زيت عادي، بس حطّي يعني عزّزي الطعم كده بمعلقتين سمنة، بزبدة، كده يعني هتدّيكِ طعم أجمل وأحلى بكتير. هنا بصوا قطعتها، ده شكلها كده في النهائي، يعني شكلها كده في النهاية كده بصوا عامل ازاي. ايه رأيكم فيها؟ بجد روعة روعة، معتمداها الشتا كله. يا رب تعجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم.